مساء الخير لكل مشاهدينا، حلقة جديدة وصحتك بالدنيا من الفقرات والحلقات المميزة يوم الخميس. حلقتنا مع الأستاذ الدكتور أمين عبد الحميد، استشاري الأمراض الروماتيزمية والروماتويد والعمود الفقري وخشونة الركبتين. دايما بنحاول نتعرف منه على أكثر الأمراض والمشاكل الشائعة الخاصة بأمراض العمود الفقري والروماتيزم والروماتويد، خصوصا ان احنا كلنا دلوقتي نمط حياتنا ما بقاش صحي قوي يا دكتور، ما بنمارسش الرياضة بشكل دائم، في ناس كتير عندها زيادة وزن، بنقعد ساعات طويلة جدا في أوضاع غلط على الكمبيوتر أو على المكاتب، فبقت الحاجات نسب الإصابة اللي كانت زمان قليلة بقت فيه تزايد مستمر. أهلا بحضرتك، ويا ريت تعلق لنا على العلاقة ما بين نمط الحياة والإصابات العمود الفقري أو الأمراض الروماتيزمية بصفة عامة. العمود الفقري هو عمود مكون من 4 مناطق، اللي هي الفقرات العنقيه والظهريه والقطنيه والعجزيه، واخر حته بتبقى فيها حته اللي هي العصاص دي بس صغيره قوي. انا حضرتك قلتي نمط الحياه، احنا لازم كلنا نعترف ان احنا اكتر اهمالا للعمود الفقري بتاعنا. يعني للاسف انا هقول لك محدش بيحترم العمود الفقري خالص، بنشيل حاجات غلط، صعبه جدا، ممكن نكسره واحنا بمنتهى السهوله. والمشكله بقى المريض يجي عايز يخف في لحظتها، هي دي مشكله كبيره جدا. يعني بيفضل يأذي العمود الفقري. ست تقول لي انا بوطي، بشيل، بغسل، بنفض، بشيل السرير عشان اشيل السجاده، بلف السجاده، بغسل السجاجيد، بتعمل الست. هو احنا خدنا يا دكتور على اوضاع، يعني اما بنوطي نجيب حاجه من الارض بنوطي كده، بالظبط، ده غلط. احنا المفروض ان احنا بننزل كاننا بنقعد. ما حدش برضه يا دكتور، يعني مثلا انا عارفه ان الموضوع ده الناس لما توطي كده، بس عمري ما بوطي كده، بس بوطي غلط برضه. ما هي بص، احنا اتعلمنا من صغرنا كده، لازم يبقى في فتره المدرسه يبقى في حاجه، يعني يبقى في ارشادات صحيه، لازم يبقى في ارشادات، يبقى لازم الكل قاعد يعني يبقى عمود الفقري. يعني انا حضرتك احنا دلوقتي قاعدين طلبنا مخده ورا ظهرنا بالظبط، عشان الانتريه دي ظهره بعيد قوي فعلا، فيا اما هقعد مقتب او هقعد ظهري ورا كده في زاويه اكتر من 90 او 95، دي غلط. لازم نقعد يعني 95 درجه. يعني مش واقفين 90 قوي، بتحس ان انت هنتكفي قدام هي 95. في نقطه حضرتك لازم الناس كلها تعرفها، نسبه الاصابه بالعمود الفقري في العالم كله 80%. 80% من العالم كله بيشتكي من ظهره، ونسبة كبيرة يا دكتور. يعني يمكن في أحد الدراسات قالوا إن نسبة 15 لواحد الإصابات بتاعة العمود الفقري بتبقى في الفقرات القطنية للفقرات الظهرية القطنية، اللي هي الفقرات القطنية، اللي عشان برضه نوضح للمشاهدين اللي هي المجموعة الثالثة من الفقرات اللي ديت عشان ده محور الحركة. يعني أنا حركة رقبتي هنمثلها كده، في حركة أمام، حركة خلف، حركة يمين، حركة شمال، حركة دائرية. هي دي حركاتنا. تمام. العمود الفقري بتاعنا يجي من قطنية العجزية، إذا شفناها هنا يا ريت نجيب الكاميرا ديت بقى اللي هي الأساس في المشكلة كلها. إن دي حركة بتبقى للأمام، للجنب يمين، للجنب شمال، للخلف. محدش بيلف بينا ظهره كسيركل كده، فدي ما فيش. احنا اذا شفنا الوصف التشريحي بقى للفقرات عندنا، ادي 5 فقرات قطنيه، 1 ادي ال5، الرابعه، الثالثه، الثانيه، الاولى، ادي الفقرات. بين كل فقره والثانيه في حته كاوتشه اللي هي الغضروف اهي. اذا بصينا من الناحيه ديت في ضفيره عصبيه اهي، ادي العصب اللي خارج بين الاولى والثانيه، وادي الثانيه والثالثه والرابعه، وادي ال5، وادي القطنيه ال5، قطنيه عجزيه اولى. اذا بصينا للعجزيه هنا هنشوف نلاقيها ايه؟ عباره عن برضو 5 فقرات، وادي العصعص اللي تحت. العصعص ده برضو مشكله، ان الست اذا قعدت كتير، سواء مثلا قعدت على رخامه، قعدت على كرسي خشب ناشف، الحته دي ممكن تتحرك من مكانها وتسبب لها الم رهيب جدا. لدرجه بعض الناس في ساعات بيبقى في كسر العصعص ده. بيبقى صعب ان هو، لانه ملوش حل كمان. يعني هو في بعض الناس بتلجأ للدكتور ان يشيله، يعني يفتح ويشيل الحته المكسوره دي. بس انا ما بحبش اشيل، انما ممكن تتحقن حقن عادي جدا، بيروح شايل التابل من حواليها، وبندي الست في مخده مخصوصه للموضوع ده تقعد عليها على طول من غير لو كره الجراحه يعني. تمام. بالنسبه اذا بصينا لشكل العمود الفقري من ورا، في نتوء جانبي ونتوء جانبي يمين وشمال، في نتوء خلفي. هل جسمنا كده بس؟ لا، احنا كل ده ربنا خلق العظام وكسى العظام لحم، فبالتالي كل الحاجات دي متغطيه بلحم اللي هي العضلات. العمود الفقري ده انا اذا سبت القلم واقف كده هيقع،
فالعمود ده بتاعنا ليه ما بيقعش؟ في اربطه شد وعضلات شداه من الناحيه اليمين وشداه من الناحيه الشمال وشداه وربطاه بالحوض وربطاه بعظمه الفخذ. طب اذا يا دكتور ممكن نربط ما بين قوه العضلات الموجوده في منطقه الظهر وعضلات البطن واصابات العمود الفقري، بمعنى ان احنا لو كل ما كان عندنا عضلات بطن اقوى والعضلات في منطقه الظهر اقوى كل ما قل احتمالنا باصابات العمود الفقري؟ بالظبط. عشان كده انا بقول للمريض ما تعتمدش كل حاجه على الروجيتا، ما ينفعش، لازم جزء عليك. يقول لي طب وشغل البيت والست تقول لي طب الاولاد، اقول لها انا لا املك عصا سحريه ان اشفي. يعني بالذات الحاجات دي يعني ممكن تحصل زي ما انت قلت يا دكتور في ثانيه وتاخد شهور عشان تتعالج. يعني العمود الفقري ده واحد يجي يقول لي مثلا انا لسه بوطي عشان اتوضى او اجيب حاجه ما عرفتش اعدل ظهري تاني. ست البيت تقول لي انا وطيت بس اجيب حاجه من الارض جرده الميه او حاجه ما عرفتش اعدل ظهري. غير بقى الاصابات وهي خارجه مثلا تكون بتعمل حاجه بتغسل او حاجه تتزحلق وتقعد قاعده كده اهو على العمود الفقري وتحس بالم من غير ما تعمل اشعه. تجي لي بعد 3 4 سنين اعمل اشعه الاقي في اقول لها في فقره مضغوطه ومكسوره. من نعمه ربنا علينا برضو كسر العمود الفقري مش كسر زي بكسر قلم رصاص، لا كسر زي كسره اني ماسك قميص مكسره وقماشه مكسره. ديفيوجن بيبقى انضغاط اكتر من انضغاط اكتر من الكسره دي، فدي نعمه. يعني هو العظم بقى عشان نصلح للناس لما بيقول في كسر في العمود الفقري بيبقى المقصود فيها انه الغضروف هو اللي اتكسر ولا العظمه نفسها هي اللي اتكسرت؟ لا العظمه نفسها. ليه؟ الغضروف ده يتزحلق بس زي ما احنا شايفين كده. الغضروف ده اتزحلق جه هنا طلع حته منه نتوء اهو، ولكن الغضروف ما بيتفتتش. انما الفقره دي بقى هي اللي ممكن تتكسر من قدام، يبقى بدل ما هي مربعه كده دي تتضغط من قدام اكني مسكت علبه ورحت كشناها بالظبط. تمام. طيب ديت لما تتكسر من قدام هل دي مشكله؟ اقول لك مشكله كبيره. هتقولي ما مش مؤثره على العمود الفقري اللي جاي من ورا، اقول لك مشكله ان دي هتعمل حمل ان ممكن تجيب اتب. فاما تعمل اتب او الواحد يوطي ما دي اتضغطت من قدام فالجسم كله مال عليه حدف لقدام. هيعمل ايه بقى اما يبقى في اتب؟ هتشد له على بقيه الاربطه هتعمل له الم مزمن في العمود الفقري، مش لازم في نفس الفقره، في الاربطه اللي تحت. حتى من الام العمود الفقري يعني ممكن يكون الواحد عنده مشكله في الفقرات العنقيه او في حاجه فيها ديفيوجن او فيها التهاب معين او كده بتاثر حتى على الظهر كله. يعني فعلا اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وده يعني يمكن العمود الفقري عشان متصل برضو بالاعصاب والضفائر العصبيه فكله بيسمع في بعضه، تحس ان انت ممكن يكون ظهرك وجعك ممكن يكون العيب من رقبتك مش من ظهرك. برضو دي حاجه الناس ما تعرفهاش. انا هقول لحضرتك قصه. واحده جت تقول لي اللوحه دي بتوجعني، اقول لها رقبتك، تقول لي رقبتي ما بتشيكش من رقبتي، اقول لها يا ستي دي رقبتي، تقول لي لا انا عايزه اشعاعين، قلت لها هعمل لك دي بس دي عشان اطمنك بس انا مش متخيل ان دي السبب الرقبه. ليه؟ احنا زي بصينا حضرتك ادي الفقرات العنقيه كده، المريض ده ظهره لحضرتك ووشه ليا، هنقلبها الناحيه الثانيه هتبقى كده، ده وشه لحضرتك وظهره ليا اللي بتبقى دي كده. احنا دلوقتي اذا بصينا هنا هنبص دي عظمه الترقوه معروفه ودي اللوح وادي ادي الفقرات العنقيه زي ما احنا شايفينها نازله بين اللوحين. طب الحزمه والضفيره العصبيه اللي هي الصفرة اللي هي جايه دي داخله ازاي على الدراع عشان تغذي الدراع؟ ما هي دي المسؤوله عن الدراع. ليه؟ احنا دلوقتي اذا بصينا هنا ادي في 7 فقرات اذا شفناها، ادي نمره 7 اطول واحده وادي السته الخامسه الرابعه الثالثه الثانيه، الاولى مالهاش نتوء. ليه؟ دي سانده الجمجمه، فعشان يبقى ليها نتوء هتخبط في الجمجمه، فربنا خلقنا في احسن تقويم عشان اذا لقيت نتوء اذا عملت دماغي كده هتروح خبطه في الجمجمه، فربنا خلقها دايره وحط فيها ايه؟ مركز محوري هنا اهو اللي هو النتوء ده حاجه زي المحور كده ان الرقبه تلف حواليها زي كده الرمان بلي الحاجه بتلف حواليها زي ما احنا شايفين الدوره الدمويه. فيبقى دلوقتي اهميه الفقرات العنقيه انها مش بتغذي الاعصاب، ده هي اللي شايله الاحمر دوت شريان جاي من القلب طالع جوه العمود الفقري عشان يغذي المخ. ما الجمجمه دي صندوق عظم هيخش الدم بتاع القلب جوه ليه ازاي؟ عشان كده احيانا لما يعني حتى لو خدنا بقى اللي هو الحاجات اللي بنشوفها في الافلام لما واحد يموت واحد بيكسر له رقبته فكانه بيقطع الشريان دوت نتيجه الكسر اللي في فقرات الرقبه خلاص الانسان بيموت في ثانيه. مش بيكسر الشريان ده بيكسر العظم في جزء المخ. انت قلت حته. عشان كده الناس اللي بتطقطق رقبتها او تروح لحد يطقطق لها ظهرها
خطر كبير جدا ان ممكن فقره تتكسر. ايوه احنا اذا بصينا هنا يعني، يا ريت الزوم تيجي، شايفين في نتوء اهو، يعني دي الجمجمه الدايره دي، وجواها في هنا حاجه دايره اهي، ديت اللي هي مركز المحور. لما حد دي احنا اذا بصينا لو حد عمل الرقبه كده ممكن تطق طبعا بتتكسر. احنا دلوقتي عشان كده انا بقول ما حدش يهزر ويتقطع رقبته بالظبط مره والثانيه يقول لك ما دي اللي بتريح يعني ممكن تحصل مصيبه في مره من غير حاجه. في هنا شريان زي ما انت قلت ممكن تعمل له دوخه والدم يقف، يجي له لو ثواني انه يقع اغماء. ما فيش دم وصل للمخ بالظبط. طيب هنبص بقى، احنا النخاع الشوكي عندنا دايما بنسمع عن كلمه جذع المخ او عنده موت في جذع المخ. جذع المخ ده بيبتدي من المخ ومن عند المخيخ يبتدي يمشي للفقره الثانيه، يعني اول وثاني فقره دي تبع المخ. جذع المخ ده فيه مراكز مهمه جدا، مركز التنفس، مركز ضغط الدم، ومركز القلب. فبالتالي المخ مش هيمشي من غير تنفس. عشان كده عشان كده اما بيسيبوا حد على التنفس الصناعي يقول لك ده مات اكلينيكيا مش كلينيكيا، ده كله هو مستني جذع المخ اللي هو في مركز التنفس ده يقف. علشان كده يا دكتور يمكن انت شرحت لي حاجه كنت بسال نفسي عليها كتير، الحاله اللي جت للممثل الامريكي اللي بيعمل شخصيه سوبرمان اللي هو كريستوفر ريف، هو كان عنده اصابه عمود فقري نتيجه حادثه، فاصبح لا عارف يعني بيتنفس بانبوبه، ما بيوديش دماغه يمين وشمال وقعيد، فكل الوظائف اختلت نتيجه العمود الفقري. هو كان واقع من على حصان فالمشكله انه واقع كده، فجت له دي جت كده، انقذوه بس مشي بقى على طول بجهاز انه ساند جهاز حديد، حتى النفس جهاز حديد حوالين التنفس، وساند رقبته انها ما تنزلش كده عشان كانت يعني على اخر شهر. وبعدين برضو النقطه دي ما حدش يقدر يلمس الحته دي، هتبقى ما حدش هيجازف كدكتور بسمعته ان يعمل جراحه في الحته دي طبعا، عشان المريض ممكن ما يخرجش منطقه عمليه يموت. أيوة. فبالتالي ما حدش بيرضى يمس عشان خلاص كده ما احنا عايزين ده برضو يعني ياخدنا لما نيجي نتكلم عن العمود الفقري نتكلم عن اصابات العمود الفقري، لانها دي ممكن تحصل نتيجه حوادث، نتيجه زي مثلا حد بيركب خيل وقوع من على حصان، تمارين غلط في الرياضه، بالاضافه للعيوب الخلافيه. لا فرامل العربيه دي جديده مهمه جدا. ليه انا دلوقتي جوه العربيه مثلا لو انا سايق العربيه ونزلت منها بقع صح؟ وهي ماشيه ليه؟ او واحد راكب اتوبيس بينط بيقع ليه؟ عشان هو جوه الاتوبيس واخد سرعه الاتوبيس او سرعه العربيه، لما خرج بره ما خدش السرعه فمش هيقدر يحصلها دي نتيجه يعني قصدي لو في حادثه وحد بيقع مثلا من ورا العربيه لا قدر الله. احنا بنتكلم فانا دلوقتي جوه العربيه سرعتي سرعه العربيه ماشي اوكي، بس انا مش بجري جوه العربيه وانا سايقه وانا سايقه، انا سرعتي جوه كشخص سرعه العربيه. انا لما ادي فرامل وقفت العربيه مره واحده كانت مثلا 80 او 100، انا بعمل ايه؟ لسه انا جوه العربيه نرجع لورا فبمشي عشان العربيه اللي وقفت انا ما وقفتش جواها، فبقف فاروح ايه بعمل كده اهو واروح راجع نرجع لورا. دي ممكن تكسر العمود الفقري، بتاذي الرقبه جدا، بتاذي الرقبه. عشان كده بنقول اذا ربطت حزام، عشان كده في سندات ورا في الكرسي من بره اللي هي ده هي فاهم واحد يستغلسها يعني. طب دي الناس كلها فاكره ده في ناس بتشيلها اصلا. لا الناس فاكره ان دي عشان تسند، لا دي عشان لما رقبتك لما تيجي تتربط ما ترجعش ورا كده وتروح جايه كده. دي ابسط حاجه، انه من غير حادثه الفرامل العاديه عربيه وقفت قدامي فغرملت ممكن تعمل اصابه وتبقى مشكله. حاجه تانية الناس اللي بترجع ورا مرشدير وتروح عامله كده وترجع برقبتها فرد تفضل دي كارثه، دي مشكله كبيره. فلازم يرجع بالمرايه يمين وشمال والمرايه اللي في النص. طب احنا بما اننا بنتكلم بقى على الاوضاع الغلط او الاصابات اللي بتيجي نتيجه اوضاع غلط، برضو في نقطه مهمه، احيانا ممكن يكون اصابه الرقبه بتسبب صداع نتيجه القعده الغلط او استخدام الكمبيوتر غلط، او الواحد وهو بيقرا حاجه ما بيبقاش واخد الوضع السليم. برضو يا دكتور ريتك تكلمنا عن هذا الموضوع لانه يعني منتشر جدا، خصوصا ان احنا بنقعد ساعات طويله قدام الكمبيوتر. هنقول يبقى اذا هل الصداع سببه ممكن ناخد عزه عشان هي بقى لها كتير والحقيقه قالوا لي عليها، بس انا اسفه يا عزه. اتفضلي يا عزه. ايوه معلش يا عزه لانه الحديث مع الدكتور امين شيق جدا وبنتعلم منه كتير، فانا اسفه اني اتاخرت عليك. اتفضلي يا عزه. الحقيقه ده حقيقي والله بيشرح شرح وافي يعني. انا شاكره قوي. شكرا انا كنت بسال بس بالنسبه للعمود الفقري الفقرات القطنيه، انا عندي فقره منزلقه ودي من بقالها فتره وما كانتش مقلقاني، بس رحت للدكتور يعني. الفقره رقم كام عندك فكره؟ نعم لا والله مش عارفه هي في القطنيه بالظبط عند الحوض يعني تبقى الرابعه والخامسه بيتهيألي كده.
فقره منزلقه يعني، قالوا لي كده، وكنت سافرت المانيا والدكتور استغرب ان انا مش بتألم منها يعني. بس الايام دي بقى بتعاني عليا بشكل غير عادي يعني، وباجي اقوم من بعد ما اكون قاعده ما بقدرش اقوم، كاني بفصل وسطي عن باقي جسمي يعني، بالظبط كده مش بقدر اقوم الا لما اتسند على حاجه يعني. وبعدين الدكتور اداني حقنتين الحقيقه، بس مش عارفه هما يعني كورتيزون افتكر، في يعني زي ما تقولي في الحوض كده في الجنب العمود الفقري بالظبط. اوكي. وانا مش عارفه من ساعه ما خدت الحقن برضه تعبانه اكتر، فمش عارفه هو تنقلح تستريحي يعني يا اما عمليه جراحيه. قلت له لا انا طبعا عايزه. وزنك قد ايه يا مدام عزه؟ وزني حوالي 69 يعني. وطولك قد ايه؟ طولي 155. يعني وزنك معقول، مفيش زياده كتير. مش تخينه لا الحمد لله. بس هو الالم اللي جاي لي بقى هنا انا بصراحه مش عارفه المنزلقه دي ايه حلها يعني. طيب حضرتك عندك كام سنه؟ انا عندي 60. اوكي. سلامتك، الف سلامه. انا هشرح لحضرتك. حضرتك قلتي نقطه مهمه جدا احنا كنا بنتكلم عليها في العمود الفقري. احنا قلنا دلوقتي اذا مسكنا العمود الفقري احنا قلنا في ضفيره عصبيه ماشيه كده، في نتوء خارج بين كل فقره والثانيه، النتوء ده ممسوك باربطه، وعشان ننام على ظهرنا ربنا حط مخدات كمان ورا هنا، خدات زلاليه ان انا ايه ظهري ما يوجعنيش. تمام. هي ايه اللي حصل؟ هي وقعت كده زي ما احنا قلنا، وقعت قاعده كده اهو، فالفقره العمود الفقري دي جت كده ودي مشيت قدام. اللي حصلت للمريض ده اهو، شوفي النتوء كله ماسك بعضه ما عدا النتوء ده. هنا حصل كسر بين الفقره دي والفقره دي، فما بقتش بقى دي حره ودي حره، فدي اتزحلقت قدام، او دي اللي طلعت قدام ودي رجعت ورا، هي دي اللي جالها. زي ما احنا شايفين النتوء متماسك كله ما عدا دي، زي ما احنا شايفين الكسر هنا. الكسر ده عدم عمل ثبات في الفقره دي. طب واحد يقول لي طب بس هي بقى لها 3 سنين اشمعنى الشكل دلوقتي؟ هي في النخاع الشوكي اللي هو جوه ده اللي هو دوت. ده النخاع الشوكي اهو، ده بيطلع ده يعني انا لغيت 4 فقرات قطنيه ومسكت اخر الفقره اللي هي الخامسه. زي ما احنا شايفين ده النخاع الشوكي اللي هو جاي من المخ والمخيخ، جذع المخ نزل فقرات عنقيه ظهريه قطنيه، وهو دلوقتي في القطنيه. زي ما احنا شايفين بيطلع عصب ناحيه يمين وشمال، للرجل يمين والرجل شمال. جه هنا النخاع الشوكي، هي لما حصل حركه من قدام الفقره دي اتزحزحت، دي مشيت قدام والفقره اللي فوقيها ثابته او رجعت لورا. شدت لي النخاع الشوكي. طب الشد النخاع الشوكي بيعمل مشكلتين، يا اما تقل في الرجل او مشكله في عصب الصوابع ما اعرفش، او سقوط في القدم، ممكن عدم تحكم في البول. هي ما عندهاش كده، ما اشتكتش من كده، يبقى ما جاتلهاش. اقول لها ما دام الباور عندك كويسه، اهم حاجه يا اما نثبت الفقرات ب4 مسامير، وانا ما بحبش الجراحه. دي فكره. الفكره الثانيه ان احنا نسند الفقره ديت عشان هي متزحلقه، فبدل ما نسندها بمسامير جوه اقول للمريض امسك البس حزام. الحزام بالظبط. هيقول لي الحزام بيخنقني، اقول له هات حزام 20 سم، مش لازم الحزام اللي يطلع لغايه الضلوع. ليه؟ انا عايز الفقره القطنيه، هو على المكان المحدد بالظبط. بقول له حته الارداف والهانش بتبقى عاليه شويه، فالحزام ما بيبقاش ساند دي، الحزام سند لي العضلات اللي في الجنبين. اقول له حط الاوبليتات بتاعت الكتافات بتاعت الحريم في الحته دي عشان تسند لك الحته دي. دي بتجيب نتيجه كويسه. زائد في حاجه انا سالتها على الوزن على اساس لو وزنها كبير عضلات البطن بتبقى ضعيفه لازم تخس. تمام. سالتك على السن على اساس هي دلوقتي قالت 60، فداخله في مرحله هشاشه العظام اللي هي بتيجي من 45، فعظمها ضعيف. هي فعلا ممكن تكون الفقره دي، بس هي المشكله بقى مش في الفقره المزحلقه. عشان الفقره مزحلقه لو ضغط على النخاع الشوكي وانها تعمل كان هيبقى عندها اعراض ثانيه. هي عندها الام. ايه الالام بقى؟ عندنا مفصل، المفصل دوت اهو زي ما احنا شايفين هنا، في مفصل اهو، المفصل ده اهو، احنا زي مسكنا الفقره اهو بيتحرك معايا اهو، المفصل دوت جنبيه عصب. المفصل ده بعد ما الفقره دي اتحركت، المفصل ده يا اما حصل فيه التهاب، وده مفصل زي مفصل الركبه ممكن يجيله خشونه او يجيله التهاب، المفصل ده اتملى ميه فضغط لي العصب. هو ده اللي بدا يحسسها بالالم بقى. بالظبط. هي اذا ركبت 4 مسامير الدكتور ما بيقدرش يرجع الفقرات المكسوره، هو بيثبتها على حالها عشان ما تزيدش في الزحلقه. طب هتقول لي امال انا هخف ازاي من التثبيت؟ بقول لي عشان كده انا بدل ما نخش في جراحه
نلغي الجراحه خالص ونحط حزام من ورا ونقول لك ما توطيش، ما تشيليش حاجه تقيله، ما تقعديش على كرسي انتريه، تقعدي دايما على كرسي عالي عشان يبقى الظهر لما بيشيلك يشيلك مرحله بسيطه. زائد ان حاجه ثانيه مهمه جدا اقول لها دايما تعتمدي انك معلش لغايه اما العظمه دي تلحم ان احنا نمشي على العصايه. زائد لازم نقيس هشاشه العظام ولازم تاخد علاج لهشاشه العظام للسن يحتم علينا لو فرضا هي داخله في مرحله ما قبل هشاشه العظام، بس لازم تاخد علاج هشاشه العظام عشان ممكن تكون فقره واحده اللي ضعيفه الباقي ممكن يضعفوا نتيجه الهشاشه وهي تسمع في كله. زي ما احنا قلنا دي 5 فقرات كلهم ماسكين مع بعض، لو اي فقره اشتكت ممكن تكون دي. ويا ريت نعمل رنين مغناطيسي ونشوف بس درجه هل معاها في زحلقه ولا لا، وتعمل رسم عضلات على اعصاب رجليها نشوف العصب كويس ولا لا. انه في اللي هي التنميل او التيبس او التقل. طب دكتور يعني حضرتك برضو ذكرت موضوع الالتهاب، احنا هنرجع تاني برضو للحركات الخاطئه بس عشان نستكمل هذه النقطه. بس موضوع الالتهاب للعضلات والالتهاب اللي بيكون حوالين العصب واللي ممكن يسبب الالام، في هذه الحالات او في حالات العمود الفقري ممكن يستخدم العلاج بالحاجات الادويه الكورتيزون او الحاجات البسيطه للعضلات ومضادات الالتهاب او الاثنين مع بعض. في محاذير معينه لاستخدام هذه الادويه لفترات طويله ولا بيكون هناك يعني في حالات لازم تستخدم هذه الادويه؟ اولا في كورتيزون عشان نطمن الناس برضو عشان فوبيا الكورتيزون. الكورتيزون في نوعين، في نوع اللي هو كان بيستخرج من حيوانات زي البقر او الخنزير، وده النوع ده قل جدا ما بندوش الا في امراض الصعبه اللي هي ايه بنبقى محتاجين ان لازم نوقف المناعه، مثلا في نقل عايزين نقل النخاع في الناس اللي عندهم مرض زي مرضى الكانسر او لوكيميا، بيبقى في حاجات معينه. انما الامراض العاديه بتاعتنا الروماتويد والذئبه الحمراء بنستخدم الكورتيزون الصناعي او المخلق اللي هو بيتحضر في المعمل مش اصله حيواني. الهيدروكورتيزون القديم قوي ده من النادر انه يكون ما بقاش دلوقتي ما فيش خالص. عشان كده بنلاقي المرضى دلوقتي يقول لك ايه انا خايف اخد حقن الكورتيزون عشان تخني. لا، احنا عندنا غده اللي هي الغده الكظريه فوق الكلويه دي بتفرز كورتيزون ليل نهار، فمش هي دي السبب. انما التخن بيبقى ليه عادات ثانيه. يعني مثلا الست دي هي وزنها كده كويس جدا، اذا الحركه بتقول لك انا مش عارفه اتحرك، اذا بدات حركتها تقل هتتخن. عشان كده احنا لازم نحافظها. هي لما خدت حقنتين في الجنبين زي ما بتقول الدكتور هنا كان بيدور انه يحقن في المفصل اللي احنا شاورنا عليه، المفصل اللي هو جاي في الحته دي، على اساس ممكن يكون احتمال يا اما المفصل دوت هو ده اللي تعبان او الرباط اللي ماسك زي ما قلنا. طب وليه ما حصلش تحسن معاها؟ ما حصلش تحسن يبقى في حاجه ثانيه معاها. يا اما فيها هشاشه عظام او في عندها قطع في الاربطه اللي ماسكه العمود الفقري ده مثبتاه على الحوض. اللي احنا قلنا العمود الفقري ده جاي مع الحته دي كده اهو، ده كده شكل الجسم بتاعنا. ده كده ده ماسك معاه ده ايه في اربطه، ممكن الرباط اللي جاي من هنا وماسك في الحوض ده يحصل فيه التهاب وقطع. عشان كده بقول ما نستعجلش الجراحه الا لما نلاقي فيه تغيير في عندنا في رسم العضلات وفيها فعلا في عضله بدات تضعف او عصب بدا يخونها. زائد حاجه ثانيه زي ما بنقول في الركبه، مش لازم الركبه كل حاجه نعمل منظار. ما دام شخصنا بالرنين المغناطيسي مش لازم اخرم الركبه واعمل منظار او اقطع الغضروف. ما دام المريض ماشي بنديله يعني تحذير، اقول له امشي على العصايه لمده شهر لغايه اما الركبه تلتئم وترجع تاني. برضه هي بالنسبه لها اقول لها يا ريت نمشي على العصايه. هتقول لي انا بخاف واتكسف. لا، في البيت تمشي على العصايه، لو عايزه في الشارع انت كده كده بتتحركي بمواصلات او فيبقى ما فيش، بس لازم نسند الظهر ولازم نمشي بعصايه لغايه اما نبتدي لو في نسبه هشاشه تروح، لو في نسبه التهاب في العصب يبتدي يقل معانا علشان الحاله ما تتفاقمش، عشان كمان نخفف الالم باكبر قدر ممكن. دكتور خلينا نطلع لفاصل وبعد كده نرجع نستكمل حلقتنا وناخد كمان تليفونات مشاهدينا. مستنيينكم بعد الفاصل. مشاهدينا مرة أخرى نعود لنستكمل حلقتنا مع الدكتور أمير عبد الحميد استشاري الروماتويد والعمود الفقري وخشونة الركبتين. ريهام معانا على الخط من ساعة الفاصل علشان هي عندها مشكلة، والدتها تعبانة. ألف سلامة على ماما يا ريهام. الله يسلمك يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. أنا سني 60 سنة وبقالي 7 شهور قاعدة في قلب البيت كده ما بقدرش أتحرك.
والنهارده زي ما تكون عرقه ده حضرتك مامتها بقى، مامة ريهام. اهلا بيك. مامة ريهام، اهلا بيك يا حبيبتي. زي ما تكون عرقه هيتقطع من رجلي. ومش قادره، ورحت لكذا. رجلك حاسه ان انت فيها حاجه بتوجعك؟ عرق عضلي بقى، كأن عرقه هيتقطع. وما بقدرش امشي خالص، بقالي 7 شهور قاعده كده ما بقدرش امشي. طب ما رحتيش لدكتور؟ رحت وعملت اشاعه، قال لي فيها هشاشه عظام، وعندك الاولى والثانيه والرابعه والخامسه وغضروفين كبار، فانت عايزه عمليه، وانا عندي هشاشه عظام. طب ما خدتيش علاج للهشاشه؟ يا بنتي والله خدت كتير قوي، تعبت، العلاج موتني. عندك سكر، عندك ضغط، عندك اي مشاكل تانية؟ لا، سكر، عندي ضغط بس. اوكي. طيب وزنك كام؟ وزني ما كملش 70 كيلو. يعني معتبر كده زياده يا دكتور ولا حضرتك كنت موظفه او حاجه؟ لا، انا في ربة بيت بس. كنت بتشتغلي بتشيلي وتحطي حاجات كتير قوي دلوقتي قبل كده؟ في البيت بقى، كنت بشتغل في البيت وكده. طيب هجاوب حضرتك. طيب الف سلامه عليكي. اتفضل يا دكتور. هي طبعا احنا اذا بصينا، هي دي القصه اللي احنا قلناها، عندها مشكله في العمود الفقري، مشكله على العمود الفقري، الضفيره العصبيه، الاعصاب اللي نازله من العمود الفقري هنا نازله على الفخذ. الناس بتقول لي طب ايه علاقه رجلي ان يكون سببها ظهري وانا ما بشتكيش من ظهري؟ الضفيره العصبيه احنا قلنا بتنزل هنا وتروح خارجه من النوتش ده او من النتوء دوت، وتروح نازله على الفخذ من ورا، وتيجي بعد كده تنزل على الركبه، وتنزل بعد كده على بطن الركبه كده. الانسان كده مديله وشه ليا وده الظهر، فالعصب بيجي من هنا ينزل كده، ينزل على الفخذ من الخلف، ينزل على بطن الركبه لغايه كده. هو حصل ايه؟ ممكن يكون عندها حصل غير اللي هي شويه الغضاريف انها مش قادره تقف. هي مشكلتها الاساسيه ايه؟ مش مشكله الوقوف، السيخ اللي عايز ايه؟ بتقول لك في حاجه تقطع عندها. شد. ده اللي بيسموه عرق النسا. عرق النسا اللي هو جاي عصب خلفي. ده بيبقى ليه 3 نقط بتألم المريض جدا. يا اما عندنا النوتش ده يقول لي كأن في واحد حاطط مسمار في الفخذ بتاعي، او بطن الركبه، او يقول لي انا حاطط فوق اللي هي عظمه الكاحل او الانكل، يقول لي في مسمار فيه. اقول له احنا دلوقتي لازم بالنسبه له لازم نحقن الضفيره العصبيه بالنسبه له في 4 اماكن. اول حاجه المنطقه اللي فوق مكان خروج عرق النسا اللي هي في الفقرات القطنيه العجزيه، في المنطقه دي الضفيره العصبيه اللي هي الاعصاب دي كلها وهي نازله بتتخنق، فاحنا لازم نحقن. تاني نقطه ان احنا بنحقن في مكان خروجه في النوتش دوت، على اساس وهو خارج كده دي مش بتبقى واسعه، دي كلها انسجه، فممكن يكون في ضغط على الانسجه هنا وخنقه العصب جامد. تالت حته ان ممكن يكون عندها كيس زلالي في بطن الركبه هو اللي ضغط على العصب. فاحنا بنمسك العصب كله بنحقن فيه العصب وبيجيب نتيجه كويسه. هي اهم حاجه لازم تنام على جنبها. ازاي؟ والنرفزه والعصبيه والصوت العالي وانها تبكي بصوت عالي، ارجوها ده بيزود الالم. الحاله النفسيه بتزود شده الالم جدا، زائد ان احنا نقول لها بس انها لازم تقيس هشاشه العظام للسن ده بتاع هشاشه. هي عندها هشاشه اوريدي، فبالتالي ان احنا لازم نظبط كل حاجه. زائد ان انا اقول لها تبتدي تعمل كمادات تلج بالتبادل مع سخنه. ليه؟ دلوقتي الدم ماشي جامد قوي في العصب، فانا يوم ما اخنق العصب بدم اكتر فبالتالي ده بيخنقني اكتر، فبالتالي انا اوقف الدم اللي رايح للعصب ان انا اعمل كمادات تلج. كمادات تلج هنا بتقلل لي الدم اللي رايح للعصب فما يتنفخش او ما يجيبش ميه حواليه. تاني حاجه كمادات التلج دي بتخليني بتشيل الالم، بدليل اللعيب في الماتش بنحط على اي خط كمادات تلج. زائد ان احنا بالتبادل بقى مع سخنه، اول 3 ايام كمادات تلج، مره الصبح وبالليل 5 دقائق على المكان اللي بيوجعها، وبعد كده نخش على الميه السخنه على اساس تبقى ايه؟ نشيل المواد اللي مترسبه على اساس الدوره الدمويه تتنشط تاني في نفس المكان. تمام. معانا استاذ ناصر. ايوه يا فندم. اتفضل يا استاذ ناصر، معاك الدكتور. والله الدكتور امين انا اتفضل يا فندم. انا عامل عمليه بقالي 9 اشهر دلوقتي، كنت عامل الرابعه والخامسه، فحاسس دلوقتي ان عندي الركبه لحد تحت التنين والمشي كده مش مظبوط. بمعنى يا استاذ ناصر المشي مش مظبوط، بتعرج مثلا او ولا حاسس ان انت تقيله ولا في زكه كده وفي تنين في رجلي. تمام. في سقوط في القدم. وعامل الرابعه والخامسه. في سقوط في القدم، يعني صوابع رجليك تعرف تحركها؟
طبعا الرجلين بتتحرك، بس التنميل يا دكتور في الاطراف تحت البطن كده. بتقدر تقف على كعب رجلك؟ بسيط. يعني اذا وقفت على كعب رجلك كده صوابعك بتنزل لوحديها ولا بتعرف ترفعها؟ لا ما بتحملش قوي عليها يعني. صوت فلان. ما بتحملش. طب الرجل ديت هي نفس الرجل اللي كنت عملت عشان العمليه؟ فندم. يعني هي دي الرجل اللي وجعك قبل العمليه؟ دي كانت مفصوله خالص بعد 3 ايام من الالم، في 3 ايام فصلت خالص لوحدها. وبعد شهر و10 ايام او حاجه كده عملت العمليه. بس تقريبا الدكتور اللي عملها قال لي انت اتاخرت شويه فيها. اوكي. الف سلامه يا استاذ ناصر. هي دي حاجه اسمها اعراض او مضاعفات ما بعد عمليه الغضروف، دي وارده. عشان كده بقول للناس عشان كده انا بعالج هو اللاست اوبشن او اخر خيار هو الخيار الجراحي. لانه بس هو المريض برضه بيروح بيقول لك بيبقى زهقان من الالم، فبيبقى عايز اي حاجه وبيبقى مشكلته. عشان كده احنا بنقول دايما ما نعملش الجراحه، ما نستسهلش الجراحه، ما يفتكرش انا مش هنشيل الالم بالمشرط الجراحي يعني. ليه؟ احنا زي ما احنا شفنا الفقرات القطنيه عندنا يعني انا اسف في كلمه معقده، حاجات كتيره قوي. يعني هنا ممكن يكون النتوء دوت، ممكن يكون الكيس الزلالي دوت اللي ورا هو ده اللي عامل، ممكن يكون المفصل اللي هو المفصل هو بيبقى قد البندقه بالظبط او قد السوداني كده، ده المفصل دوت بيبقى عليه مشاكل كبيره جدا، ده اذا حقناه بتروح. طب عموما هو خلاص عمل عمليه، خلاص مش هنندمه بقى، حصل اللي حصل. هو بيجي لنا بنحقن برضه هنا المجموعه العصبيه اللي خارجه، بس اللي هتتاخر عنده حركه القدم. هو الحركه مش مظبوطه عنده عشان عنده سقوط في القدم. احنا لما بنيجي نمشي اي خطوه رجلينا بتنزل الكعب وناخد الخطوه بصوابعنا، هي رجليه بتنزل كده. ليه؟ عنده سقوط في القدم مش عارف يتحرك كويس في ما بياخدش الحركه الميكانيكيه، فبتنزل زي انا اسف زي الختامه دب كده. فبالتالي احنا عايزين فبالتالي احنا بندي نعالج دي اللي بتعمل ان هو بيخليه يزق يعني مش عارف يمشي يعني. مش عارف يمشي. بديله رباط مخصوص بنربط دوت وبيختفي او بيقل من عنده ان سقوط القدم، زائد ان احنا بنديله حقنه في الضفيره العصبيه عشان هو حاسس ان في الم جامد قوي كده. يبقى احنا هو ارجوه ما يعملش، حتى اذا اتقال له يعمل يفتح تاني هيحصل التصاق تاني عشان مكان الجراحه نفسها بيحصل التصاق. ومكان ليه؟ في العمليه احنا بنشيل النتوء الخلفي ده، والدكتور ما يجي يخيط الخياطه بتاعته بتلزق في العصب فبتعمل له غضروف كاذب اللي هي بتدي الاعراض دي. اوكي. لا يعني عموما بقى يعني زي ما الدكتور قال لحضرتك يا استاذ ناصر ان شاء الله تبقى كويس باذن الله، ربنا يشفيك. الاستاذ فتحي معانا، اتفضل يا استاذ فتحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بدي عايز اسال الدكتور، انا عندي فقرتين الثالثه والرابعه من بقالها اكثر من 5 سنين. الثالثه والرابعه مالهم؟ فقرات قطنيه. اكثر من 5 سنوات. اوكي تمام، سلامتك. الله يخليك. بس دلوقتي حاليا بتصلنا على بطن الرجل من تحت وفي تنميل في الرجل من تحت. نفس اللي كان الدكتور بيقوله. في تنميل بقى في نص الرجل. تمام. وفي الم في العضله بتاعت الرجل. السمانه من فوق اللي هو عضله البطن كمان بطن الرجل. وفي الم في لما باجي امشي بحس ان انا مش قادر امشي. تمام. حضرتك ما بتاخدش اي نوع من انواع العلاج او ما بتتابعش مع دكتور دلوقتي؟ دلوقتي حاليا بقالي فتره ما تابعتش. اوكي طيب خلاص. انا كمان موظف يعني طول اليوم قاعد على الكرسي. اوكي. سلامتك يا استاذ فتحي، اتفضل يا دكتور. هو عنده الثالثه والرابعه، انها لازم نعرف ان العمود الفقري برضو عندنا بينتهي عند الرابعه والثالثه والرابعه هنا، فبالتالي الخمسه دي ما فيش عمود فقري، ما فيش نخاع شوكي يعني، فهو بينتهي هنا النخاع الشوكي. فبالتالي انا بقول له ايه؟ يا ريت ان احنا برضو نأجل الجراحه بالنسبه له، ما يعملش جراحه. والثالثه والرابعه دي هنديله برضو بيبقى في مشكله عندها، هي ما بتتحركش جامد، الحركه كلها جايه من الخمسه قطنيه وعجزيه اولى، فالحركه بتيجي من هنا. هنقول له هنلبس حزام، هنديله برضو نشوف لو في عنده شد عضلي بنعالجه، لو في عدم تحكم في البول او سقوط في القدم في المرحله دي، لو بدا يظهر ضعف في الحاجه دي بنفتح الفقره دي. غير كده ما بنفتحش خالص وبنديله علاج، بنوقف في الحاله اللي عنده. هو قال لي حته السمانه، كلمه السمانه احنا مسكنا الفخذ من فوق، اول الفخذ من فوق ده بيغذيه الفقره قطنيه اولى والثانيه، بطن الركبه والسمانه ده الثالثه والرابعه، القدم بيبقى مخصوص له الخمسه. تمام. فبالتالي احنا بنديله حقن
موضعي في الفقره اللي هي تعبانه من غير ما تدخل جراحي، والحقن ده بيجيب نتيجه يعني على الاقل 70% من اللي عند المريض بيختفي، فبيقدر يتحرك كويس. زائد برضه هقول له نعمل كمادات تلج برضه بالتبادل مع سخنه، 3 دقائق تلج 3 دقائق سخنه على المكان ده، بس بعد ما نديله العلاج بتاعه. طيب قبل ما ناخد الاستاذ سعيد عايز اسال حضرتك سؤال يا دكتور دلوقتي. موضوع الديسك بيشخص في بعض الاحيان بشكل خاطئ، انه يشخص انه يعني لما يكون المريض او المريضه عنده مشكله في ظهره مش قادر يقعد، ظهره بيوجعه، مش قادر يقعد بشكل مستمر، لازم يسند عشان يقوم من مكانه، بيتقال له ديسك. يعني انا وقعت في نفس المشكله، يعني انا فضلت فتره اتعالج انه ديسك وطلع في الاخر مسل تنشن. بعد لما عملت فحوصات اكتر عملت رنين مغناطيسي. فحضرتك برضه تقول للمشاهدين انه ازاي يعني ايه الفحوصات الصح اللي يعملوها عشان ما يتشخصوش غلط؟ برضه هنرجع لحته التشريح والاناتومي. عشان كده المريض لما انا ممكن اطول مع المريض جدا عشان انا عايزه وهو طالع على السرير اكون مشخصه. طيب كلامي مع المريض ده مهم، يعني حته السمانه اللي قال دي المريض ما يخبيش اي حاجه على الدكتور، ده بقول له ايه؟ وانت جاي لي اكتب كل حاجه عشان ما تنساش. يعني اشتكي لي واكتب لي كل حاجه، عشان ممكن يكون ايه يجي يقول لي ينسى حاجه. يعني حته حركه الصابع دي انا بكتشف دايما المريض ما بتبديش من فوق، ببتدي من صابع رجليه واطلع فوق. فحركه صابع رجليه مهمه جدا، لازم اقول له هات صابع رجليك عليك واخبطها كده اشوف بتنزل معايا ولا لا، عشان اطمن على الفقره القطنيه والعجزيه، القطنيه 5 وعجزيه اولى، عشان ده العصب مسؤول عن صابع رجليه. ابتدي افحص معاه. في نقطه مهمه جدا، لو المريض بيجي له شد عضلي وهو نايم، بساله بيجي لك شد عضلي نايم ليه؟ دي مهمه. يجي المريض يتمطع ويفرد رجليه تقفش، دي مهمه جدا في التشخيص. طبيعه حركه المريض وطبيعه شغل المريض دي مهمه جدا بالنسبه لي. يعني مثلا البنا غير المهندس غير الاي تي او التكنولوجيا اللي هو بيلعب بالكمبيوتر او بيقعد كتير على الكمبيوتر، كل واحد بيبقى ممكن تؤذي العمود الفقري بس بشكل مختلف. تمام. يبقى دلوقتي الهيستوري او التاريخ المرضي مهم جدا. وظيفه المريض. السن بالنسبه للستات مهمه جدا وطبيعه عملها، عشان ستات البيت انا بقول دايما بتشتغل اكتر من اللازم وبتظلم نفسها وبتظلم صحتها على حسابها. تمام. يعني الصبح تلاقيها بتشتغل وتودي الاولاد والوظيفه والطبيخ والتنظيف والطبيخ، فهي بترهق نفسها جدا. يا ريت تقسم عملها على بقيه العيله عندها. تمام. اهم حاجه بقى في التشريح بتاعنا بتاع العمود الفقري. استاذ سعيد، طب ناخد استاذ سعيد الاول. اتفضل يا استاذ سعيد. اتفضل يا استاذ سعيد. لو سمحت، انا عندي الركب. الو، سامعينك، اتفضل قول شكوتك يا استاذ سعيد. الركب عندي بتألمني جامد في المشي. وبعدين عملت اشعاعات العظم كده المسافه قريبه من بعضها. فهل فيه علاج مثلا؟ ممكن عمليه؟ ممكن يعني ايه علاج؟ انت مشكلتك في موضوع في الركبه. اوكي طيب. الركبتين. ماشي يا استاذ سعيد. لما بمشي بيتعبوني، ما بعرفش افرد جسمي وانا ماشي. يعني ركبتك متنيه على طول. دايما ماشي كاشش. أيوة. من الالم بتاعها، لكن بفردها واتنيها عادي. خدت حقن بيقولوا انها بتعوض عن السائل ومش عارف ايه، ما عملتش حاجه. طيب. الف سلامه يا استاذ سعيد. ظهرك يا استاذ سعيد؟ ما بطني وجعتني، يعني ما اعرفش امشي الصبح زي اللي خدت. انت ظهرك وجعك؟ نعم. ظهرك ولا ركبك بس؟ ركبي، وعندي فقره متحركه برضه في الظهر. انهي فقره؟ اللي هي الفقره الخامسه. اوكي. طيب شكرا يا استاذ سعيد، ويا ريت الاجابه السريعه. انا عاوز العياده بتاعت الدكتور موجوده عند حضرتك. يعني ارقام التليفونات بتظهر على الشاشه على البلازما اللي ورا الدكتور، وممكن يعني طبعا في الكنترول يدوا لك الرقم. انا عاوز اسكندريه. حاضر هندي لك في الكنترول دلوقتي، انت ما تقفلش، خد منهم رقم العياده وعنوان العياده ايضا. هو قال انا ليه سالته على ظهره؟ هو بيقول لي خد حقن الزيت التعويضي وما جابتش نتيجه. هيبقى كده المشكله مش في الركبه نفسها. يبقى المشكله في حاجه ثانيه. احنا زي ما قلنا الركبه دي برضو زي الظهر، عشان كده الناس اللي بتسال الجراحه انا ضدهم تماما. وانا يعني اؤيد حضرتك وبشده في هذا الموضوع. فبالتالي احنا دلوقتي اذا مسكنا الركبه هو بيقول لي عنده حاجه واحده، الغضروف عنده دي ضيقه، يعني الغضروف بتاعته ده اتاكل خلاص، ده اتاكل والعظمه دي بتحك في دي. طب
فبالتالي انا بقول له ايه؟ احنا بنخلص. طيب سريعا يا دكتور. اوكي، فبقول له ان احنا لازم نعمل اشعه للركبه وهو واقف، ولازم نعالج الظهر عشان عصب الركبه اللي لسه متالم هو ده اللي لسه ما خفش. تمام. فهنا لازم نعالج الاثنين مع بعض. طيب عموما طبعا استاذ سعيد اكيد خدت تليفون الدكتور هيشرح لك بقى باستفاضه لما تروح له ان شاء الله. شكرا ليك يا دكتور. الخميس اللي بعد الجاي والخميس اللي بعد الجاي طبعا هتكون معانا، وهنناقش الخميس اللي بعد الجاي ولسه ما حددتش. ان شاء الله هيبقى حاجه على امراض المناعه. هي خلاص يبقى نستكمل بقى الاسبوع اللي بعد الجاي مع امراض المناعه. شكرا لحضرتك الدكتور امين عبد الحميد استشاري الروماتويد والعمود الفقري وخشونه الركبتين. شرفتنا ونورتنا، واشكرك يا دكتور على اسلوبك السهل الواضح للمشاهد اللي ما عندوش حتى اي فكره في الطب يقدر يفهم ويبقى دكتور يعني قارئ شديد ومعجب بقراءات الطبيه ويحافظ على صحته اهم حاجه. يمكن احنا دايما بنحاول من خلال برنامجنا صحتك بالدنيا مش عايزين كل الناس تبقى دكاتره، بس على الاقل تهتم بصحتها، تحافظ على صحتها صح علشان تعيش كواليتي اوف لايف، مش بس يعيشوا عمر طويل وبصحه كويسه. الف سلامه للكل، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي.